الإمساك مش مشكلة بطن، الإمساك مشكلة حياة. على فكرة ده مش مرض، ده عرض. لو بتدخل الحمام كل 3 و4 أيام، لو بطنك منفوخة، لو صداع، لو تقيل، ده نفسك. لو نفسك مش رايقة، ده مش دلع، ده جسمك واقف. أكبر سبب قلة المية، قلة الحركة والتوتر. نعالجهم إزاي؟ الوصفة النووية: مية دافية، معلقة عسل أسود، ليمونة، ومعلقة زيت زيتون، وجنزبيل، وشيا. تشغل القولون في نص ساعة. الوصفة بتاعت بالليل قبل النوم: كوباية زبادي، معلقة كتان أو بذور الكتان. تقوم الصبح تمام. خضار مع شوية ألياف، حركة بسيطة في 20 دقيقة، نقلل القهوة، نزود المية، نسمع نداء الطبيعة. الحمام بيقولك تعالى يبقى تروح، بس ما تطنش. في دراسات بتقول إن 90% من الإمساك سببه عادات مش مرض. 70% من الناس اللي زودت أليافها اتحلت مشكلتها، والمية لوحدها بتحل 40% من حالات الإمساك. 55% بيقلل الإمساك لو مشيت، يعني المشي علاج لوحده. الإمساك رسالة مش مرض، ولو سمعت الرسالة جسمك هيرتاح وحياتك هتنضف. عايز تعرف الأنواع وكل الوصفات كاملة؟ الحلقة كلها موجودة على اليوتيوب أو الفيسبوك.